تسجيلات إمام الزمان تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب، أم كلثوم معكم في المعركة، فادية كامل تناضل إلى جانبكم. يقولون بطلة وهي والله ساقطة، منحوها لقب فارس يوم أن قل الفرسان وقلدوها أرفع وسام في حفل رسمي ضم القادة والسادة. يقولون فنانة وهي فاجرة خليفة. ربوا لنا أجيال هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات. ربوا لنا أجيال بدلت الخنادق بالمراقص. ربوا لنا أجيال تعيش على اللمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة. فماذا تنتظرون؟ هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى أو يسترد الجولان أو أن يطرد الغزاة من العراق؟ كلا، هؤلاء لن ينصروا قضية ولن يطلبوا حقا ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة. هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام وسيرقصون معهم. إنهم يمزقون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف. عروض يومية مسموعة ومرئية ومشاهد حقيرة وساقطة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط. إلى محب الغناء اسمع واعتبر قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فما بالنا تقرأ على كثير من الآيات فلا هم يتوبون ولا هم يذكرون. إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنف الرجال؟ ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة. والنتيجة شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله. شبابنا يموتون على المعازف والألحان. شبابنا خانتهم الأغاني غرتهم الأماني وضحك عليهم الشيطان. رسالة يا أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات وإلى أصحاب القنوات وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات. أنتم من أسباب ضعف الأمة وضياعها. وما ضاعت البطولة والانتصارات إلا بسببكم. والله ما دنا وشرب الخمر سكرا وما رقص راقص ولا ظل شاب ولا فتاة إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب. فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ ألا فتوبوا قبل أن يحل بكم ما حل بشهيد فنكم ويغلق الباب. صدى القراء تصحبكم في هذه المادة والتي هي بعنوان رسالة إلى محب الغناء لفضيلة الشيخ خالد الراشد. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، والله إنها لمصيبة عظمى وطامة كبرى ورزية ما بعدها رزية. والله إنها لمصيبة عظمى وطامة كبرى ورزية ما بعدها رزية. ففي الوقت الذي يمزق الإسلام وأهله في كل مكان والعدو يستولي على الثروات والدماء المسلمة تهدر رخيصة في فلسطين والعراق، وبينما الإسلام يئن ويشتكي إذا بإعلامنا بكل وسائله وقنواته يدعو الأجيال ويربيهم على الانحلال والضياع.
فلا ترى في إعلامنا إلا الاختلاط ورقص وغناء وفجور وفسق وتنافس على المنكرات. كلما أراد الجيل المسلم الاستيقاظ خدروه وحاربوه. حرب على الفضيلة في كل مكان، والهدف من ذلك إنشاء وتربية جيل خاضع وخانع للكفار، ثقافته موسيقى ورياضة وألحان، هدفه إشباع الغرائز واتباع الشهوات. إنها خطة ساقطة ومهينة من عباد الدرهم والدينار. هل نجحوا؟ للأسف نعم، للأسف نعم، وأفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات، أفسدوا ملايين من الفتيان والفتيات، فويل لهم ثم ويل من غضب الجبار. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، لقد ارتكبت أمة الإسلام بالأندلس بالأمس ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فخالفوا الأوامر واتبعوا الشهوات واتخذوا القينات والمعازف وأنفقوا الأموال الطائلة وأهدروا ثروات الأمة في سبيل ذلك، بل أصبح المرضى يعالجون في المستشفيات بالموسيقى والألحان، فحل بهم بلاء عظيم استأصل شأفتهم ولم يبق منهم أحد، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان. وها نحن اليوم نكرر نفس الخطأ ونسير على خطى الهالكين. إنه الغنى الذي دمر الأولين وسيدمر الآخرين. إنه الغنى عباد الله الذي خدر الأمة وجعلها في آخر الركب بعد أن كانت في أوله وكانت قائدة ورائدة العالمين. يا الله، ماذا جرى لأمتنا وأصبحت ترفع وتكرم الساقطين والسافلين؟ يا سبحان الله، بعد أن كانت الجامعات العربية تعقد الاحتفالات والمؤتمرات لتكريم المتميزين علميا وأخلاقيا، تبدل الحال وأصبحوا يكرمون صاحب أحسن رقصة وصاحبة أحسن أغنية. سبحان الله، بعد أن كنا ننام ونستيقظ على الأذان أصبحنا ننام ونستيقظ على الألحان. كان لحن الحياة فينا أذانا يتغنى به الأبات الصيد، يملؤون الوجود برا ونورا حين يصحو على الأذان الوجود. وإذا اللحن صيحة من رفيع وإذا الترس في المعامع عود. فغدت أمتي مع اللحن سكرى يرسل اللحن فاجر عربيد. بل لقد بلغ بنا الضياع عباد الله أن دولة عربية منحت غانية مزواجة وماجنة لعوبا لقب فارس، منحوها لقب فارس يوم أن قل الفرسان وقلدوها أرفع وسام في حفل رسمي ضم القادة والسادة. يقولون بطلة وهي والله ساقطة، يقولون أذكت في الشباب روح التضحية وهي أماتت الشهامة وقتلت الحماس. يقولون فنانة وهي فاجرة خليعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من ورائكم أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ألسنا في زمن تسمى فيه الأشياء على غير مسمياتها؟ أليست هذه هي العلامات
سبحان الله، كان اللحن أذانا فصار عودا ولحنا، كنا أحياء فصرنا كالأموات وإن كان بنا حراك. ويح أمتنا صارت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف بعد أن كانت معززة مكرمة، أضحت لقمة للآكلين والجبناء. كان شعارها الأخاذ الله أكبر، لكنها استبدلت الأدنى بالذي هو خير. كانت تجارتها ذكرا لله وجهادا، فأصبحت تجارتها رذائل سموها فنونا، عليها تنام وعليها تفيق. عباد الله، كانت انتصاراتنا تملأ الكون طولا وعرضا، انتصارات حققناها على أكتاف الرجال بالسيف والسلاح والمدفع والدبابة. فاسمع ماذا جرى، اسمع رعاك الله ماذا جرى. يقول شاعر القدس يوسف العظم بعد هزيمة حزيران وضياع الأقصى واحتلال سيناء والجولان، يقول: كنا نتابع الأخبار عبر المذياع، نستمع إلى صوت المذيع المعروف أحمد سعيد، وهل من عربي يجهل أحمد سعيد؟ ذلك السعيد التعيس الذي زرع البحر بطيخا وقثأة، سمعناه قبيل إعلان سقوط سيناء والجولان، سمعناه يطمئن العرب الذين استقوا أنباءهم الصادقة من مذياعه العتيد من صوت العرب، سمعناه يزمجر وكأنه أسد وإذا به قطة، سمعناه يزمجر كأنه أسد وإذا به قطة. معذرة لا أريد ثناء عليه، فلربما استأسدت القطة. سمعناه يخاطبنا وكأننا أغنام، سمعناه يقول والمعركة على أشدها، بشرى يا عرب، بشرى يا عرب. يقول: فخيل إلينا أن نصرا حاسما قد حققناه. يقول شاعرنا: كنت يومها أستعد للزواج، فقلت لعلني أقضي عرسا هنيئا في الناصرة أو في حيفا، وكم كانت الصدمة موجعة حين سمعت بشارته، وهو يقول: أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب، أم كلثوم معكم في المعركة، شادية تقاتل معكم، فادية كامل تناضل إلى جانبكم. فانهزمنا وتقابلت مع عروسي على الجسر المتهدم، وكان عرسا مشبعا بمرارة الذل والهوان. وكيف لقلب مسلم يغار على دين الله وعلى حمى الإسلام فلا ينفطر ألما حين يرى غانية تقود أمتنا في الحرب، تقود أمتنا للحرب غانية، والجيش في الزحف قد ألهته مغناة. وكم لعوب تهاووا عند أرجلها كما تهاوت على نار فراشات. الزق والرق والمزمار عدتنا، والخصم عدته علم وآلات. حصل ما حصل واحتلت ديارنا وبلادنا وصحراؤنا وهضباتنا، ولم نستفد من الدرس، ولم نستفد من الدرس، بل قست قلوبنا وساءت أحوالنا، واجتهد أعداؤنا في القضاء على البقية الباقية فينا، ولم يجدوا سلاحا أفتك فينا من الكأس والغانية، وسلطوا علينا عباد الدرهم والدينار من أصحاب الشاشات والقنوات. ووالله ما تتناقله وسائل إعلامنا من موسيقى وألحان ودعوة إلى الخنا والفجور لأكبر شهادة على وقاحة هذا الإعلام وخيانته، وأنه أكبر عميل للأعداء. وها هي ثمرات التربية الإعلامية الخائنة تظهر لنا في كل مكان. لقد ربوا لنا أجيالا لا نعرف من إسلامها إلا الأسماء، أما الأشكال والهيئات فلقد قلدوا وتشبهوا بالكفار. ربوا لنا أجيالا هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات. ربوا لنا أجيالا بدلت الخنادق بالمراقص وبدلوا البنادق بكؤوس الخمر المترعة. ربوا لنا أجيالا تعيش على اللمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة
وما أكاديميستار إلا ثمرة من ثمرات جيل الموسيقى والألحان. فماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون من جيل الموسيقى والألحان